اختيارنا السلام عليكم. ما غاديش يتخفى عليكم انه التحيه في الاسلام تتبع واحد العدد ديال الضوابط وديال الادبيات المعروفه والدقيقه جدا. فالتحيه الشرعيه الاسلاميه هي السلام عليكم، واللي تجي في غالب الاحيان بصيغه الجمع، واللي تنضيف عليها الكلمات ديال ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بطبيعه الحال فهذه التحيه الشرعيه الاسلاميه ما تتقتصرش فقط على اللقاءات الشفويه المباشره ما بين الناس، وانما تتشمل كذلك المراسلات الكتابيه سواء الورقيه او الالكترونيه منها ما بين الاشخاص، بما في ذلك المراسلات الرسميه اللي تتصدر عن جهات او هيئات حكوميه ديال دول اسلاميه. فاذا اطلعتوا على وثائق او مراسلات رسميه في المملكه العربيه السعوديه مثلا، او في مصر او في الاردن او في دوله الامارات وغيرها من الدول الاسلاميه، دائما غادي تلقاو هذيك التحيه الشرعيه الاسلاميه الخالده اللي ما تتغيرش، واللي هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويكفي اننا نعملوا واحد الجوله الخفيفه على مستوى المواقع الانترنت اللي تتعالج هذا الموضوع واللي هي مختصه في القضايا ديال الشريعه الاسلاميه باش نتاكدوا من ضروره استعمال التحيه الشرعيه الاسلاميه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في بدايه اي مواصله شفويه ام كتابيه كانت، وانه هذه القضيه هي سنه مؤكده بل وضروره شرعيه. وهنا ربما سيدنا غادي نفاجئكم اذا قلت لكم بانه التحيه الرسميه اللي تستعملها الاجهزه الحكوميه عندنا في المغرب في المراسلات الرسميه والاداريه ما هيش التحيه الشرعيه الاسلاميه، وانما واحد التحيه الاخرى اللي تتبع اللي هي عندها الضوابط والادبيات ديالها. شنو هي هذه التحيه هذه بالضبط وشنو هي الدلاله ديالها؟ الجواب ديالكم في هذه الحلقه. التحية الرسمية اللي تستعملها الدولة المغربية في مختلف الوثائق والمراسلات الرسمية ما هياش التحية الشرعية الإسلامية اللي شفنا قبل قليل، واللي هي على الأقل واحد السنة المؤكدة. الناس اللي تيشتغلوا في مختلف الهيئات الحكومية المغربية بحال الوزارات وغيرها من المؤسسات ديال الدولة راهم عارفيني علاش تنتكلم. فإذا تفحصنا الوثائق والمراسلات الرسمية ديال الدولة المغربية بما فيها الرسالات الرسمية اللي تترسل إلى الخارج، يعني نحو الدول العربية الإسلامية الشقيقة بحال مصر والعربية السعودية ودولة الإمارات، تتحمل واحد العبارة واحد التحية الرسمية الخاصة بالمملكة المغربية والمملكة المغربية وحدها، واللي هي سلام تام بوجود مولانا الإمام. فهذه هي التحية الرسمية ديال الدولة المغربية، واللي تظهر في بداية أي مراسلة رسمية تتصدر على واحد الهيئة الحكومية، واللي تنفرد كذلك بها المغرب، بحيث أنه ما كاين حتى شي دولة إسلامية أخرى تستعمل بحال هذه العبارة هذه، مع العلم أنه هذه التحية هذه تنضاف لها كذلك بعض العبارات الإضافية بحال سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله، أو كذلك سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين. لاستعمال ديال مثل هذه التحيه على نطاق واسع من طرف العديد ديال الاجهزه ديال الدوله والهيئات الحكوميه عندنا في المغرب تيطرح بعض التساؤلات، وذلك على العديد ديال الجوانب. الجانب الاول هو انه الدوله المغربيه باستعمالها هذه التحيه تتخرج على واحد السنه المؤكده اللي جمعت عليها الامه الاسلاميه. واش دابا انت تتصور انه هذا 1400 عام ديال البشر اللي جاتو تيقراو البخاري وتيقراو مسلم وتيقراو مالك وتيقراو هادشي، تجيتي انت ووقعت على ما لم يقع عليه احد، بانت لك هذيك الغابره. اما الجانب الثاني هو استعمالها لهذاك اللفظ ديال مولانا الامام، واللي تيذكرنا بشكل لافت على الادبيات الشيعيه، حيث انه الشيعه هما اللي تيوضعوا الامام في واحد المرتبه اللي هي عاليه جدا وتيناديه ويخاطبوه بهذاك اللفظ مولانا. الاستعمال ديال كلمات وعبارات للتعبير على التقدير والاحترام لشخصيه السلطان بحال مثلا السلام للسلطان دام له النصر والتمكين، هي داخله في بروتوكول المخزني منذ القدم، منذ على الاقل التاسيس ديال الدوله السعديه في القرن ال16. لكن الاستعمال ديال هذيك العباره بالذات
سلام تام بوجود مولانا الإمام مازال فيها الغموض. يعني إمتى ظهرت هذيك العبارة بالتدقيق وشكون اللي خدا القرار في الاستعمال ديالها الله أعلم. ومع ذلك فنقدروا نعطيو بعض الفرضيات، أهمها أنه هذه العبارة، هذه التحية هذه ظهرت في أوائل الفترة ديال الحكم ديال الملك الحسن الثاني رحمه الله، واللي سعى أنه يقوي الشرعية الدينية ديال الحكم ديالو. وبهذا فالعبارة ديال السلام تام تشير على أنه السلام والأمن والاستقرار ما تيتوفروا إلا بشرط وجود الحاكم اللي هو في نفس الوقت مولانا الإمام. يعني بأنه السلطة ديال الحاكم ما تتقتصرش فقط على الجانب السياسي، وإنما تتشمل كذلك الجانب الديني والروحي. كما أنه هذيك العبارة ديال مولانا الإمام كتحمل واحد البعد الرمزي اللي هو قوي، بحيث أنه تشترط على الحاكم أنه يكون من السلالة ديال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الشيء اللي هو الشأن بطبيعة الحال بالنسبة للسلالة العلوية. وهذا هو اللي تيقربنا فعلا من المفاهيم ديال الشيعة. فالشيعة أسيادنا هما اللي تيشترطوا على الخليفة يعني أمير المؤمنين أنه يكون من السلالة ديال النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وما يكونش نتيجة الشورى كيف ما تيوقع عن أهل السنة والجماعة. كما أنه تيلقبوه بالإمام وتيعتبروه معصوم، يعني أنه ما عمره ما تيغلط، ما عمره ما تيخطأ، تيحلل الحرام ويحرم الحلال. ربما أنه العصمة بنفسها متواجدة عندنا في البلاد ولو أنه بطريقة غير معلنة. فالقرارات اللي ياخذها الملك إضافة إلى الضرائب اللي تتصدر على المؤسسة الملكية ليست قابلة للنقاش. كما أنه الثقافة السياسية عندنا في المغرب ما تسمحش بنقد شخصية الملك بطريقة مباشرة، ولو أنه كاين بطبيعة الحال واحد الهامش في حرية التعبير، الشيء اللي تيخلق في بعض الأحيان واحد الحالات المثيرة، بحال اللي وقع مؤخرا لما تم التعديل ديال مدونات الأسرة، بحيث أنه رأت بعض الأوساط المحافظة أنه هذه التعديلات ما هيش مطابقة مع الشريعة الإسلامية. وشنو زعما تقدر تمشي عند سيدنا دابا وتقول ليه راك ما فهمتيش النصوص القرآنية؟ ما نظنش. واش المغاربه رجعوا خفاف؟ رجعتوا دراري؟ وصلنا لهذا الحد؟ ومع ذلك فبالرغم من بعض التشابه اللي كاين ما بين العبارات ديال التحية الرسمية ديال الدولة المغربية وبعض الأدبيات الشيعية، فما خصناش نمشيو غالطين. فالتحية ديال سلام تام بوجود مولانا الإمام هي أولا وقبل كل شيء واحد التعبير ديال الاحترام والإجلال ديال الشعب المغربي عامة وخدام الدولة خاصة لشخصية الملك، كونه هو الحاكم السياسي ديال البلاد وحمى الملة والدين في نفس الوقت. وحتى إذا كان هناك واحد التشيع ديال الشعب المغربي للسلالة العلوية الحاكمة، فهذا التشيع هذا ما يمكن له يتفهم إلا بالمعنى اللغوي الأصلي ديال الكلمة، واللي كان حتى هو في المذهب الشيعي في أول الأمر. التشيع بمعنى دعم وناصر وولى، وماشي هو التشيع العقائدي اللي تلقاه في معظم الدول الشيعية بحال إيران، واللي تيجي مصطحب بمعتقدات وبممارسات دينية خاصة بهم، بحال مثلا الإيمان بالغيبة الكبرى وبالمهدي المنتظر وبالأئمة الاثنا عشر وبالشفاعة والتقية وزواج المتعة وغيرها من المعتقدات. ونزيدكم فالمذهب السني المالكي هو المذهب الرسمي ديال الدولة المغربية حتى اليوم، وذلك ماشي غير بطريقة رسمية أو شكلية، بل حتى في العمق ديال الممارسات عند الأفراد، ممارسات دينية واجتماعية وثقافية وغير ذلك، بحيث أنه المغرب هو ربما أكثر الدول في العالم العربي الإسلامي تشبثا بهذا المذهب، وذلك باستمرار منذ على الأقل 1000 عام، والتأسيس والانطلاق ديال الحركة المرابطية بزعامة الداعية عبد الله بن ياسين. سيدنا تنتمنى انه هذه الحلقه عجباتكم وانه فاتكم واحد المعلومه الاضافيه. رجاء ما تنساونيش باللايك بالبارطاج والاشتراك في القناه الى عجبكم المحتوى بطبيعه الحال. بقى لي غنقول لكم سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله دام له النصر والتمكين. تهلاو.